اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. مغطيه بس عشان ابقى قريبه من القصص. كنت عايزه اكلمكم. طبعا بقالنا فتره كبيره قوي ما بنتكلمش خالص. انا دايما بعمل فيديوهات كده عن القصص اللي انا جبتها او حاجات كده. بصوا، في حاجات كتير قوي ما اتكلمتش عنها، وفي قصص كتير كتير. انا عندي الحمد لله يعني كميه قصص قريتها الحمد لله. انا يمكن الفتره دي مقله شويه، او في حاجه جوايا كده مش عارفه في ايه. المود بقى سيء، يعني المود كده في الشتاء مش لطيف ابدا. بس برضو ما بسكتش. بصوا الكميه دي اخر قصص اشتريتها، في منهم اللي قريتها وفي اللي لسه هقراها. حابه بس اتكلم شويه عن الحاجات الجديده يعني. مش عارفه الكاميرا هتطلع ايه، انا حاسه ان انا اوكي. بصوا يا جماعه، اهتموا جدا بان انتوا تعلموا ولادكم بجد القرايه. اهتموا جدا بان بصوا هطلع اهتموا جدا بجد ان القرايه تبقى جزء من يومهم ومن حياتهم. طبعا الدراسه الجديده او الايه، الحاجات الجديده اللي اتحطت يعني مخليه مفيش وقت قوي بصراحه للقرايه، مخليه مفيش وقت ان الولاد يقروا. انا بصراحه كنت زمان كنت بخلي ابني نستعير قصص اجنبيه من او باللغه الانجليزيه يعني من المدرسه بتاعته، ونقعد نقراها. بس صراحه عشان ما اكذبش عليكم، دلوقتي الفتره دي مفيش وقت لحاجه زي كده. يا دوبك في دروس وفي مدرسه وفي حوارات كده، وفي تقييمات كل اسبوع، وفي حاجات لذيذه قوي 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 قوي. فمش جايه سكه الحوار ده. لكن بصراحة لازم أخلي في وقت في الصيف لكده. عايزين ننمي اللغة سواء إنجليزي أو عربي. عايزين لو هنتكلم على العربي هيحسن إزاي طريقة الكتابة بتاعته، التعبير بتاعه هيحسنه جدا جدا جدا. هيحسن القواعد النحوية وإزاي نقرأ. طبعا مع القرآن الكريم من أفضل الحاجات اللي تخلي الإنسان كمان عنده ذاكرة واسعة جدا 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 جدا. تمام. لو عايزين نعلم اللغة مفيش، بقول لو عايزين نعلم اللغة مفيش أفضل من القراية. أنا غيرت زاوية الكاميرا بس عشان حاسة إن أنا مش مرتاحة. مفيش أفضل من القراية وسيلة لتحسين اللغة. وكمان في حاجة كمان، لو إحنا حابين برضو نعلي اللغة، يا سلام لو ندور على أي يعني أي ناس، أي أفراد نعمل معاهم conversation. بجد هتبقى تقوي اللغه جدا 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 جدا. انا اعرف ناس والله ولا اتعلموا انجليش في مدارس ولا اي حاجه. طبعا احنا عارفين الناس اللي بتسافر وكده بتتغير ازاي في خلال 6 شهور مثلا بيتقن اللغه الامريكيه الانجليزيه. انا اقصد الامريكان يعني. هي البريتش بتبقى فيها بس صعوبه لانها ناشفه شويه. آه، يعني التجاوب مع افراد وكده هي افضل وسيله ان احنا ننمي اللغه عند ولادنا، لان بصراحه اللغات بقت شيء مهم جدا. انما انا النهارده جايه اكلمكم عن هذا الجدل. تعالوا نشوف مع بعض احنا جبنا ايه. يلا بينا. بصوا يا جماعه، انا مش عايزه اطول. الكتاب ده خلينا نتكلم عنه اخر حاجه. هو ده مترجمات مش قوي. طبعا احمد خالد توفيق في غنى عن التعريف، بجد في غنى عن التعريف. كل كتاباته الله يرحمه كتاباته حلوه جدا جدا جدا. الكتاب ده قديم طبعا شويه. الكتاب رائع. انا عايزه اجيب بس اشوف انتاج سنه كام، بس هو مش مكتوب قصادي. بس مش عايزه اقول لكم قد ايه الروايه تحفه 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 تحفه. ماشي، ثواني كده. اللي احنا لسه شاريينهم دول خلينا نحطهم على جنب. الكتاب ده قرياه قريب. مش هقول ان هو واو، ما اكذبش عليكم، مش من الروايات اللي عجبت لي قوي. دكتوره حنان لاشين. بس حتى طريقه الكتابه مش بصوا طريقه الكتابه. كتابة ناشفة قوي، مش تحسسك بغلاصة الموضوع. فاهمين؟ انا بحب قوي قوي الكتب المكتوبة بطريقة عمرو عبد الحميد. عمرو عبد الحميد من الناس اللي انا بعشقهم في الكتابة يا جماعة. تمام. بدأنا نقرأ حاجات سعودي. بصراحة الأدب السعودي تحفة. دي أول حاجة، أول معرفتي بيه سفاح الأزقة. عثمان عابد، بحييك عن الكتاب، وبحييك عن القصة وطريقة الكتابة. السرد تحفة، الطريقة تحفة، حاجة بصراحة جميلة جدا، والقصة جميلة جميلة جميلة. تمام. دول القصص دول أنا قريتهم. أذكار الموت أنا حاليا بقراه. حسن الجندي طبعا غني عن التعريف. الجزار والحاجات دي، حسن الجندي ممتاز 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 يا جماعة. الحاجات سوري، القصص اللي بيكتبها يعني اي حاجه لحسن الجندي ممكن نقراها واحنا نايمين لنا كده. هو وعمرو عبد الحميد وميرنا مهدي. اوكي، عشان بس يا رب اكون بقول الاسم صح عشان انا بنسى دايما. تمام.
قصص بقى الجديده اللي انا اشتريتها ولسه ما قريتهاش. معانا بيت الخناس. اوكي. بيت الخناس روايه سعوديه. هو اسمه معن ابن هلال الهنائي. بصوا القصه دي طبعا ناس كتير اتكلموا عنها، قصه تحفه، وانا قاري عنها كتير قوي 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 قبل ما اجيبها. انا المجموعه اللي انا جبتها دي ما جبتهاش كده، انا جايباها عن يعني بيقولوا ايه، يعني سمعت ريفيوهات كتير عنها. جثتان والثالثه عند قدمي لنهى داوود. طبعا نهى داوود برضو كتاباتها رائعه، والروايه دي تحفه، انصحكم بيها جدا. اوكي، انا سايبه بس الحلو للاخر. اوكي. منى محمد جان. بصوا الروايه دي انا سمعت ريفيوهات عنها انها حلوه وكده، بس لسه ما قريتهاش، فمش قادره اديكم فيها الانطباع الواو. اوكي. هذا العظيم كتابة سعودية لأحمد آل حمدان. بصوا الجزء الأول والتاني. الجزء الأول قريته بس هو جوه عندي ما جبتوش. بصوا الكتاب 220 صفحة اتقروا في ساعتين 3 ساعتين. يعني قد ايه القصة ليها شغف، قد ايه القصة رائعة. الجزء التاني بصوا لسه مغلق بس هيتقري. الكتابة السرد بتاعها تحفة، الطريقة اللي مكتوبة بيها خطيرة. أنا قريت الجزء الأول، شيء من فوق الخيال ونهاية غير متوقعة تماما. انصحكم بيها 100%. يعني لو هتقولي لي اشتري ايه، اشتري ارسس، اشتري الجزء الاول. انا الجزء الثاني لسه ما قريتوش، والجزء الاول كان كافي جدا ان انا لازم هقرا الجزء الثاني. تمام كده. ومش هياخد منكم وقت لو رايحين مشوار، لو راكبين مواصله، اي حاجه. اوكي. الروايات انا بحب الروايات المترجمه بصراحه. دي جايه لي هديه على ال5 قصص اللي هم المجموعه دي، كنت جايباهم مع بعض كانوا عرض، ودي جايه عليهم هديه. بس انا بحب المترجمات قوي 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 قوي، وهنشوف مع بعض ايه الدنيا.